ويلا بينا نفرز طماطم. وعدتكم في الفيديو اللي فات ان الفيديو ده ان شاء الله هيبقى تفريزات الطماطم. الطماطم دلوقتي رخيصه جدا وفي السوق ب5 جنيه، وفي كمان ناس بتبيع ال3 كيلو ب10. احنا بقى جبناها كده بالعدايه. تمام، هنفرزها النهارده ازاي، وهوريكم ازاي انا بعمل الطماطم وصلصه الطماطم مميزه عندي ازاي. تعالي النهارده هوريكي كل التريكات اللي بعمل بيها الطماطم بتطلع تحفه يا بنات. هوريكي انا بعمل ايه النهارده. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه معانا هنا الطماطم اللي هنستخدمها، ومعانا كمان فلفل احمر رومي، فلفل احمر رومي بس انا مقطعاه، ومعايا كمان فلفل احمر اللي هو الطويل ده. الشطه ده انا جايبه واخده منه بس واحده بس، يعني واحده وقسماها على نصين. اما الفلفل الاحمر التاني ده فلفل رومي مش شطه. تمام، عشان في ناس بتحب الاكل مشطشط وفي ناس لا. انا هعمل جزء من الاكل، جزء من الطماطم فيها شطه، والجزء التاني ما فيهوش شطه. تمام، وهنجيب ايه تاني كمان معانا النهارده؟ معانا بنجر. خلاص، النهارده هنحط كل الحاجات دي على بعض وهطلع لك احلى طماطم هتتوقعيها، واحلى صلصه طماطم. يعني انا متهيألي مش هتلاقي نفسك ان انت ما عملتيش زيها قبل كده. تمام، وكمان معانا معلقه من ملح الليمون. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. واول حاجه هنعملها هنا ان احنا هنغسل الحوض بتاعنا بالصابون السائل كويس جدا. وبعد ما غسلته بالصابون السائل انا كنت حطيت خل هنا بس يعني دي ما اتصورتش. المهم انا غسلته بالصابون السائل وبالخل. وبجيب السداده دي يا بنات، شايفين السداده دي سيليكون بتتباع عند اي حد بتاع مستلزمات مطبخ. بحطها كده بقفل الحوض بيها، ولو عندك السداده العاديه اللي هي بتاعه الحوض نفسه اللي بتيجي معاه ممكن تستخدميها. تمام، بنزل بالطماطم بتاعتنا وبسيب الحوض لحد ما يتعبى، وبديها غسله، وبعدين بشيل السداده واصفي الميه، وبعدين بحط السداده مره تانية. وبعدين بشوف الطماطم لو فيها اي حاجه كده مش نظيفه ومش لطيفه كده بروح شايلاها. تمام، وبعد ما غسلنا الطماطم هنقسمها بالنص كده اهو، وهننزل بيها في الحله بتاعتنا. هخلص الكميه كلها وارجع لكم. وهنطلع كده بالطماطم بتاعتنا على البوتاجاز على طول. مش هنحط البنجر ولا الفلفل دلوقتي عشان في خطوات لسه هوريها لكم هنعمل فيها ايه. الطماطم بعد ما تتحط على النار في خطوات بعملها عشان تطلع معايا الطماطم زي الجاهزه اللي بتتباع في البرطمانات بالظبط. يلا بينا كده. بعد ما الطماطم خدت معانا كده كام غلوه، بعد ما خدت كام غلوه كده هنفصل عليها وهنبص. بصوا، شايفين الميه الصفراء اللي طالعه منها دي؟ احنا عايزين نتخلص من الميه الصفراء دي اللي طالعه منها دي. هنتخلص منها كلها وبعد كده هنرجع عشان نشوف هنعمل فيها ايه، ولازم احنا نتخلص منها دلوقتي كده. هنتخلص كده من الميه الصفراء دي. شايفين الميه اللي نازله معانا دي؟ مش عايزينها خالص معانا هنا اهو. بعد ما تخلصنا منها كده كلها هنرجعها على النار تاني، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. هننزل كده عليها بالبنجر بتاعنا، هننزل عليها بالبنجر، وكمان هننزل عليها بكمية الفلفل الأحمر اللي احنا كنا محضرينها مع بعض. تمام، ننزل عليها كده وهنغطيها وهنسيبها زي ما هي كده، مش هنعمل فيها أي حاجة. هنغطيها كده وهنرجع لها كمان شوية عشان أوريكم هنعمل فيها ايه. وفي الوقت ده كانت خلاص كده خلصت معانا. انا قلبت البنجر والفلفل مع الطماطم عشان ينزلوا تحت ويستوي يعني مع الطماطم. في الوقت ده بقى عندك خيارين، يا اما تستنيها لحد ما تبرد وتضربيها في الخلاط، يا اما تعملي زي ما انا بعمل كده وتضربيها بالهاند بلندر عادي خالص. تمام، انا ضربتها كده. هنفضل نضربها لحد ما تنعم خالص زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا نعمت ازاي. هنجيب بقى حله ونحط عليها مصفى، وهننزل بشوية شوية من الطماطم عشان نصفيها. تمام، لو هتستخدميها لمحشي شيليها زي ما هي كده عادي، اما لو هتستخدميها
هنجيب بقى معلقة كده بعد ما حطينا كمية الطماطم بتاعتنا، هنجيب معلقة وهنفضل نقلب، لان القوام بتاعها سميك ومش هينفع تنزل من المصفى غير لما تقعدي تقلبي فيها كده اهو. هتفضلي تقلبي فيها لحد ما ينزل كل الصوص بتاع الطماطم. تمام. وبعد ما تتصفى معاكي هيفضل التفل ده، بصي ده التفل بتاع الطماطم ده مش هنرميه، احنا انا بحطه في كيس واكتب عليه محشي، وبحطه في خلطة المحشي. تمام. او ممكن تزودي عليه خضرة، على التفل الطماطم ده تزودي عليه خضرة وتشيليه في الفريزر على اساس ان هو خلطة محشي. المهم هنا بقى نيجي لما نكيسها. بصوا الفكرة الحلوة دي يا بنات، بتجيبي علبة او لو عندك شفشف او اي حاجة كده تلبسي فيها الكيس وتعبي. وده ليه؟ عشان خاطر ما يكبش منك بره، يعني ما تمسكيش الكيس ويفضل ينزل منك بره. لما بتحطيه كده في علبة بتتحكمي فيه وبتعرفي ان انتي تعبي الكيس كويس. خلاص كده مش هنعبي الكيس لحد اخره عشان احنا عايزين يبقى فيه مكان فاضي. هقول لكم ليه دلوقتي بقى هنطلع الهواء كده من الكيس، ولازم تطلعي الهواء من الكيس. اما تيجي تربطي الكيس اربطيه من فوق، شايفه؟ يعني بصي انا بعد ما طلعت الهواء كده ما تربطيش من تحت، انا بقولك ما تربطيش من تحت، اربطي من فوق خالص في اخر حته دي، عشان لما نيجي ننيم الكيس بتاع الطماطم يبقى ايه كده مش واخد مكان في التلاجة. تمام. يعني الطماطم كده تتفرش تبقى زي الكراسه كده، في يعني ايه، زي مش عارفه اقولك ايه، زي ورقه الكراسه كده. لما نيجي نحطها في التلاجة تبقى عامله زي ورقه الكراسه كده، ما تاخدش مكان معاكي. خلاص اهو انا بوريكي اهو ازاي بفرغ الهواء من الكيس، لان الطماطم لو ما عملتيش فيها كده، الطماطم بالذات بتاخد مكان كبير في الفريزر. وكده بعد ما خلصنا الكمية كلها، وشايفين بعد ما خلصنا الطماطم خلاص اتعملت واتصلصت وحطيناها كده في اكياس زي ما حضراتكم شايفين. هندخلها بقى على الفريزر على طول وتبقى جاهزه معاكي في اي وقت تحبي ان انت تطبخي، هتطلعي الكيس بتاعك وتطبخي بكل سهوله. يلا بقى، عايزه اقولك انك هتدمني بجد الطريقه دي، لانها طعمها تحفه 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 بجد. لما هتيجي تاكلي ان شاء الله هتشوفي الفرق بينها وبين الطماطم بس من غير اي اضافات. واوعي تنسي ان اللي بيصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة بس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيصلي عليه 10 مرات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي.